بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبيباتي. اليوم راح نديروا وصفة الكيك، وصف ناجح. أنا تبان لي أحسن من تاع المحلات. والسر في تاع لاكروت تاعه اللي تجي يابسة في المحلات هو في السكر وفي الخليط وفي مدة الطياب، صادير لو طون دو كويسون تاني يلعب دور. اذا لهاد الوصفه راح نحتاجو فيها عندي زوج حبات بيض. انا عندي وصفه اللي نستعمل فيها 4 حبات بيض وفيها السكر و بالميزان ولا فارين بالميزان، لكن انا فضلت ندير لكم هاد الوصفه فيها غير زوج حبات بيض، حبه تاع بيض، وفيها تاني آه، العبار. راح نديرهم بالكاس، ما غاديش نديرهم بالميزان، حتى صديقي تكون بامكان كاع الاخوات ان شاء الله يديروا هذه الوصفه ويرجعوا لي خبر. ماذا بيا تسيوا الوصفات تجربوهم وتقولي لي اخواتي، لاني انا الوصفه اللي نديرها ونحطها في اليوتيوب صديق نورمالمون وصفات كاع ناجحه، والوصفه اللي ما تخرج ما راحش نحطها باش ما تكونش مفاجات لا ليا ولا للاخوات. اذا قلنا الوصفه راح نحتاج لها زوج حبات بيض. ضفت لها كما شفتوا الكاس، الكأس المعروف تاعنا هذا كاس تاع بكري، مملوء بالسكر، كأس مملوء بالسكر. وندربهم هنا راني ندربهم بالفوي. هذا الفوي تاع الميكسور، صديق هذوك لي ميكسور اللي يجي فيهم باتور فوي اي لو برا ميكسور تاني اللي نديرو به لي سوب ولا. صديق ندربها مليح حتى تولي لنا اون موس ثقيله، كي شغل راح نديرو اون جينواس. اذا من بعد راح نزيد لها، هنا درت لافاني، ممكن ما ديروش لافاني ليكيد، الا كانت عندكم لافاني غبره ديروا لافاني غبره. اذا والسر تاعها لازم تطلعوا البيض والسكر تاعكم مليح حتى يكون ثقيل كيما راكم تشوفوا، كيما هكا الخليط تاعكم يكون ثقيل. في هذيك الاثناء راح ندير، نزيد لهم كأس زيت، كأس إلا أسبوعين كما راكم تشوفوا. نضيف الأولى الكأس تاع الزيت ونخلط شوية. أنا راح نقلع هذاك لو فوي من لو بغا ميكسور، نقلعه ونبقى نخلط غير بيديا. فوالا غير بشويه بشويه ندخل الزيت في الخليط. ومن بعد ان شاء الله راح نزيد تاني نفس العبار تاع الحليب. اذا كيما شفتوا الزيت راح نزيد تاني الحليب بنفس الطريقه. يمكن صدقي لا كان عندك ان بو ياغورت، ياغورت هذاك تاع 110 غرام راكم تعرفوه كاع، اللي يجيب اروماتيزي، يمكن لك تضيفيه في بلاصه الحليب. والذوق سورتو الا كان فاني ولا فريز ولا اي ذوق راح يجيك فريمون رائع. انا فضلت هنا ندير تاع الحليب لاخاطش في متناول الجميع ايضا. هذه وصفه صديق نورمالمون اللي يكون عندكم كاع في الدار، هذه البيض والفرينه والمراه الجزائريه ولا اي مراه، مام البنات الصغار المقبلات على الزواج صديق اللي يتعلموا في الدار يكون عندهم ان اندغوا اللي يدسوا فيه صوالح كيما حنا نقولوا بيت خزين. انا ما عنديش بيت خزين، انا نسكن في سكن وظيفي. شاريه هذوك لي بتي ميبل بلاستيك تاع لي تيغوار دايره واحد فوق واحد، وندس فيهم. صدق كي نروح للسوبيرات ولا الحوانيت كانت سبيسيال نروح ليهم، ما نكذبش عليكم اخواتي اللي يبيعوا بون بري ولا لو تري بون بري، نروح تما نشري. وكي نخرج نشري مصروفي ما نديش معايا ولادي، ابا ندي معايا البنت الكبيره انها تساعدني وتفكرني، لكن الصغار ما نديهمش. باسكو علاش الا رحتي على 700 على 700 الف راح تخرجي في 1 مليون 500. ماما هادي ماما هادي ماما هادي وكلش راه غالي. اذا دو بريفيرونس اللي تخرج تشري دير مصروفها، نهار اللي تخرج تشري دير مصروف تاع الشهر تاعها، ما تخرجش ولادها معاها، تخرج وحدها ولا تخرج مع الزوج. ولا انا نخرج مع بنتي، عندي بنتي كبيره عمرها 20 عام هي تساعدني، وعندي دو بوتيت جومال تاني اون بازاج ما نخرجهمش معايا باسكو يبقوا ماما 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 هادي، ويفو ميو ما نقعد نكسر راسي، ما نقعد نقول لهم لا. اذا كيما قلت لك هذا بتخزين لي تيغوار توجور عندي 3 4 باكيت تاع القهوه اون بلوس، لو سكر اون بلوس تاني، لا مارغارين كلش لا فارين. هادو مهما كان تشريهم ماشي خاسره فيهم، راهم متسوسين، ونهار اللي تحتاجي تجبدي بشويه. ودائما دائما دائما تعمري لي تيغوار تاعك. كيما انا قلت لكم اخوات ما عنديش بيت خزين، عندي دي تيغوار دايرتهم. اذا كيما راكم تشوفوا مم صح درت، نعاود نولي الوصفه. هنا درت زوج كيسان فرينه مملوئين، وغربلتهم باش يجيني شباب يجيني مهوي. ودرت ان ساشي دو فور شيميك، غير باش نولوا تاني ساشي دو فور شيميك دروك تروحي تشري جبونس راه 1000 فرانك لو ساشي، وقيل الله اعلم 1000 فرانك الساشي. انا ما نكذبش عليكم، انا دا شحال شريت ان باكي كامل نورمالمون فيه بلوس دو 48 الا ما كذبنيش ربي.
صافي لونطون مني ما رانيش نشري في الخماره، شريته يكمل دون 2 ans وراه عندي في لي تيغوا كي نحتاج نجبد من هذيك القابصه. دونك 50000 دي فوا تروحي تشريها غير شويه غاليطه وقابصه فرماج هي كملت. دونك شري قابصه كبيره تاع لا لوفور دسيها عندك دون ان اندروا فري اللي ما يخسرش، ما ديريهاش حد الحمان ولا، وما تعاوديش كاع تروحي تشري بالوحده بالالف والزوج. ديجا كي ديري غاطو راح يطعم لك، تروحي تقولي نشريه بالك برا من عند الحانوت خير من نقعد نشري لا لوفور منها والبيض منها. اذا هذه غير فيما يخص التدابير اختي. فوالا انا ننصحكم ما اللي تلقى تروح عند غوسيست ولا تاع صوالح لي غاتو اللي تشوفها يبيعها بون بري، تشري قابسه كبيره تاع لا لوفور شيميك. بان لا فاني راهي كاينه اون بواط، كاينه اون ساشي، كاينه ليكيد، هذيك ما تغبناش. فوالا كيما راكي تشوفي كي ضفت الفرينه نخلط غير بالفوي، ما نديرش لو باتور، توجور الفرينه نخلطوها بالفوي، نسعفوها نخلطو مليح نطلعوه حتى ميم هذوك لي غرومو ils vont disparaître. كيما راكي تشوفي نكون عندنا ان ميلونج كي ليس هوموجين كاع كيف. انا لو مول تاعي استعملت هذا لو مولا كيك تاع زداش. نبغي الاواني الزجاجيه، عندي الحديد، مره قادمه ان شاء الله بالك ندير لكم تاع الحديد. ايفا جلي شوميزي، درت له لا مارغارين، دهنته مليح، درت له شويه فرينه وراني نحط في الخليط تاعي نديره في لو مولا كيك. نفرغه بشويه بطريقه متجانسه. الا كان عندكم بغيتو ديروا زبيب ولا حاجه ديروه، ولا كان عندكم تاني لي زاموند ولا كاكاواتي فيني ماذا بكم ديروه من الفوق يجيكم شباب. اذا هنا الوصفه هذه درتها على السريع، رحت جبت بالخف وفيلميتها كيما راكم تشوفوا الاخوات. فوالا هذه هي. اذا توجور الغرفيه تاعنا ولا وين ما نديروا الكاطو تاعنا، انا ما نكذبش عليكم نبغي ما نخلي فيه والو. الحمد لله كاين هاد لاسباتول، ولا ما كانش لاسباتول نستعمل يديه ما كانش مشكل. فوالا نخرط الزلافه تاعي مليح نقلع كاع منها الكيك تاعي وندخلها طيب في الفوغ. لو فوغ سي تري امبورطون. فوالا انا بيسك هذا المول تاع زداج، هذا المول شويه ثقيل، دونك درتها في الوسط سور 200 دوغري. الكيك شوفي الا طابلك تحت 45 دقيقه راح تلقيه معجن من الداخل وما راحش يعطيك هذيك لاكروت اللي من برا. داكور دونك الكيك ديري في بالك باللي طيب لك 45 دقيقه. اذا سي با لا بين تزيدي الفوغ تاعك، دونك ما تشعليش. دونك هادو اللي ياكلوا بهم تاع لي شينوا تاع بناتي ياكلوا بهم الاندومي، دونك درت لكم بهم فوالا باش نخلط الجانس يولي متجانس. فوالا حبيباتي كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم تاع لو كيك تاعنا. دوك نصور لكم النتيجه ونقسموه، والذوق رائع افيك اون كروت على الاكستيريور اللي جايه ان بو دور شويه يابسه، والداخل طري طراوه ما شاء الله. فوالا هنا الكيك تاعنا راه في الفور راه يطيب، ديت صوره. هذا هو كي يوجد، شوفوا يديمولا فاسيلمون. فوالا ما يتفتتش. فوالا هذا هو المولتي كيك ما شاء الله. اذا كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم. انا درت له غير سكر غلاس، تبغوا نتوما ديروا له شويه عسل ولا كونفيتور لي زامون ديفيلي وتقدموه. هي نورمالمون نخلوه يبرد كاع الكيك ولا نخلوه يبرد باش نقطعوه. انا غير على جال لا فيديو قطعته، اذا ميم وهو سخون وما تفتتليش. فوالا جلي بيان صوبوغي هنا بسكر غلاس وقطعت. شوفوا خواتاتي معايا كي نقطعوه هنايا، فوالا ما يتفتتش، شاد روحه والداخل طري طراوه. عشان نقول لكم جربوه ردوا لي خبر. احترموا فقط طريقه اللي تعملوه بها ولا فاصون تاني، وطريقه الطياب لا فاصون دو كويسون كما تشوفوا البخار راه يخرج منه. نقول لكم الى وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.